في الفيديو النهاردة هنتكلم عن 7 حاجات لو عملتهم هيغيروا حياتك 1,000,000% للأحسن طبعا. وأكيد هتكون بتعمل حاجات عكسهم أو مش منتظم على حاجات، فحاول تنتظم بيهم على قدر الإمكان. مستحيل تعمل حاجة 100%، بس الفكرة إنك تحاول إنك توصل لأعلى درجة. ممكن ما توصلش ل100، 50، بس المهم إنك تحاول. أول حاجة لازم تقرب من ربنا وتعرف دينك، تمشي في الطريق الصح، طريق ربنا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. سبحان الله، أي حاجة أنت دايس فيها لك عند ربنا. أي حاجة ممكن تتخيلها ممكن ما تتخيلهاش، كلها عند ربنا. فأول حاجة لازم نقرب من ربنا، لازم نصلي. وما تصليش بعد الفيديو ده لازم تصلي. ولو بتتفرج على الفيديو ده وصلاة فاتتك أو في صلاة دلوقتي، روح صلي. الفيديو مش هينفعك قدام صلاتك، مفيش أي حاجة هتنفعك مقارنة بصلاتك. صلاتك دايما اللي هتكسب. فأهم حاجة ركز في صلاتك وقرب من دينك. اعرف الأنبياء كانوا ازاي بيعيشوا، اعرف سيدنا محمد، خصوص الأنبياء الصحابة، اعرف عن دينك، تلاقي حاجات تعجبك. تاني حاجة، بعد ما تصلي لازم تظبط نومك. النوم مهم فوق ما تتخيل. إنك تنام صح، عدد ساعات معين صح، تصحى الصبح. في حديث بيقول بورك لأمتي في بكورها، بمعنى إن ربنا هيبارك لأمة سيدنا محمد بكورها، في بركة في الصبح، في بركة بعد صلاة الفجر. فلازم نصحى بدري وننام بدري، نظبط نومنا، لأن ده طبعا هياخدك من دوامة التفكير، هياخدك من دوامة اللخبطة. بمعنى إن أنت عارف هتنام إمتى، هتصحى إمتى، هتعمل إيه. تالت حاجة تنظيم حياتك، بمعنى رتب أولوياتك، اعرف أنت عايز إيه. هتصحى النهاردة هتعمل إيه. لازم اكتب في ورقة كده في آخر كل يوم أنت هتعمل إيه. عايز بكرة إن شاء الله عندي مثلا مذاكرة، عندي كورس أحضره، عندي اكتبهم في ورقة كده عشان تبقى تاني يوم صاحي عارف أنت عايز تعمل إيه. رابع حاجة، لازم تبقى حاطط هدف لحياتك. أنت عايز توصل لإيه، عايز تحقق إيه. طبعا ممكن الهدف ده متعرفوش دلوقتي، متعرفوش بعد سنة، بس أنت عارف أنت أولوياتك إيه، عارف ممكن عايز تعمل إيه، تحب إيه، عارف إيه الصح اللي لازم تعمله. فلازم تبقى حاطط هدف لحياتك. ممكن هدف النهاردة غير هدف بكرة، غير هدف بعده، غير هدف سنة، غير هدف سنتين. لازم تنظم وقتك، بمعنى انك تبقى عارف انت هتعمل ايه، عندك ايه تعمله وعندك ايه مش عايزه. لازم تبقى عارف انت عايز ايه، بمعنى برضو ان انت تستغل وقتك في حاجة مفيدة. ابعد مثلا عن الاغاني، تضيع وقتك. ابعد عن حاجات كتير، ابعد عن البلاي ستيشن مثلا. لو ده في مقابل انت هتذاكر، مقابل انت هتعمل حاجة تنفعك، مقابل شغلك. لازم تنظم وقتك وتستغله احسن استغلال. خامس حاجة، استغلال النت صح. استغل النت أكبر جامعة في العالم، أكبر حاجة مفيدة في العالم، وأكبر حاجة مضرة برضه، على حسب أنت عايز إيه. فحاول تستغله في وقت مفيد، ما تستخدموش لوقت كبير أوي يعزلك عن العالم. ممكن تستغله في كورسات يوتيوب، كورسات ببلاش، مواقع كتيرة مفيدة فيها كورسات لكل المجالات. أحسن جامعة في العالم في يوتيوب تبرجمة، في ويب سايت لكورسات كتيرة أفيد بمراحل ممكن إنك بتاخدها في الجامعة. فاستخدم من النت في وقت محدد أنت محدده في يومك بحاجة مفيدة أنت عارفها. ما تفتحش كده وتسكرول وخلاص، ما تفتحش فيسبوك وتقعد 5 ساعات، 3 ساعات انستجرام و5 ساعات يوتيوب. اليوم مفيش حاجة. هتصلي امتى، هتحدد اهدافك امتى، هتشتغل اصلا على اهدافك امتى. فلازم تحدد استخدامك للنت، تحد من استخدام الانترنت وتستخدمه في حاجة تفيدك. لازم تثقف نفسك وتعلم نفسك وتطور نفسك. النهاردة هنا، بكرة هنا. تطور نفسك وتخليك مثقف، بمعنى ان انت هتقرا كتب، هتسمع بودكاست، هتسمع اكتر ما تتكلم. انت لما تسمع اكتر ما تتكلم هتفهم اللي قدامك عايز يقول لك ايه. فلازم تبقى شخص ناضج، والنضج ده هتحصل عليه من كتب، بودكاست، علم، قراءة، حاجات كتير. فلازم تبقى تتعلم، ولازم تطور نفسك كل يوم عن اليوم اللي قبله الأحسن، عشان تبقى شخصية أحسن من نفسك، أحسن من شخصيتك. ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك. إنك لو قارنت نفسك بشخص تاني هتدمرك، لأن كل واحد مختلف عن التاني. رحلة كل واحد مختلف عن رحلة التاني، مفيش حد طريقه زي التاني، كل واحد مختلف عنه، والرحلة فردية. حياتك هتعيشها مع نفسك، وموتك مع نفسك، محدش معاك. فالرحلة فردية، فاستغل كل حاجة عشان تبقى ضامن آخرتك وتظبط دنيتك. آخر حاجة منتشرة، ابعد عن الأغاني، ابعد عن الأغاني لأنها مميتة للقلوب.
مدمرة للقلوب. تسمع أغاني هتدمر قلبك، هتنهي الطمأنينة، هتنهي حاجات كتير. لما تبعد عن الأغاني هتعرف الكلام ده. ممكن تستبدل الأغاني بحاجة أعظم من كده بكتير. قرآن، عندك بودكاست، عندك ممكن في كتب أصلا تسمعها. تسمع الكتب من غير ما تقرأ. ممكن وانت في مواصلة تسمع الكتب، تسمع كتاب انت عايزه. بحر علم والله، وكل ما تتعلم أكتر كل ما تحب العلم أكتر. ربنا يعلمني علما ينتفع به وأعلمكم. طبعا الفيديوهات دي إن شاء الله إن شاء الله تكون مفيدة لكم. بس إن شاء الله إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتكون أحسن، وإن شاء الله هتعجبكم. لو عجبك الفيديو أنت عارف هتعمل إيه. لو ما عجبكش يا عم اكتب لي الفيديو ما عجبكش في إيه، إن شاء الله هحسنه وأغيره للأحسن. رمضان كريم. اكيد انت مستغرب بقول لك ازاي رمضان كريم. الفيديو ده متصور كان تقريبا كده في اخر 10 ايام في رمضان. بس في عم رمضان كريم يا عم، ودعي لي عادي يعني ماشي الدنيا. النهارده يوم 17/4 ولسه بمنتج في الفيديو. يعني يخرب بيت التسويف، على يخرب بيت المماطلة، على يخرب بيت العك اللي حصل مع الواحد. بس فيا جدعان ادعوا لي ان شاء الله والدنيا هتتظبط والدنيا هتمشي. اهو بمنتج الفيديو ورايا. بس سلام. كمل بقى الفيديو بقى وشوف انا بقول لك ايه وكمل. واحنا دلوقتي في العشرة الأواخر في رمضان، النهاردة 20 رمضان. يا ريت تدعوا لي دعوة حلوة، تستنى الفيديوهات وتصلوا على سيدنا محمد، تذكروا الله، تدعوا لإخواتنا في فلسطين وفي غزة ولكل المسلمين بالصلاح والفلاح. وإن شاء الله إن شاء الله الأمة دي مش هتضيع أبدا، لأنها محفوظة ربنا وحده. بس سلام.